اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا كان عندي حبة لبن مجبن اللي هو تجبين يعني في التلاجة، وكان رايب بس جبن ازاي انا ما اعرفش. هو الحر ده عامة يعني توقعي من الحر ده ومن شدة الحرارة دي كل حاجة. فهنا جبت 2.5 كيلو دقيق او حوالي 2 كيلو. والله انا بحط كل حاجه بالبركه، بس انا هقول لكم بالمثل يعني 2.5 كيلو 2 كيلو دقيق. وجبت مثلا حوالي 2.5 كوباية سمنه، كوبايتين سمنه على نص كوبايه زيت. وجبت كوبايه ميه حطيت فيها حوالي 4 معالق سكر وحته خميره، اللي هي الخميره القطعه دي اللي هي الخميره البيره مش الفوريه. وجبت اللبن الرايب وحطيت في دي اللبن شايفين عامل ازاي مجبن خالص. فالمهم فجبت ورقه فانيليا حطيتها في الكوبايه اللي هي الميه بسكر بالخميره، وذره ملح اللي هو حوالي ربع معلقه ملح. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. هنا انا بصوا بوقف الفيديو على مثلا ما الم العجين شويه وارجع لكم عشان ما اطولش الفيديو عليكم عشان ما تزهقوش. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. برضه هوقف الفيديو على ما الم العجينة كويس وهرجع لكم تاني عشان برضه الفيديو ما بيبقاش طويل عليكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بص عامة في الصيف لا العيال بياكلوا طبيخ ولا بياكلوا رز ولا بيدوروا على أكل، هما بيدوروا على قرصة، على فاكهة، مثلا بطيخ، جبنه، عيش. امال والله العظيم انا بعمل الرز والطبيخ ويترمي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. هنا كانت العجينه لمت كويس. هبدا بقى ان انا انزل بالزيت والسمنه المواد الدهنيه يعني عشان تعرفوا ان العجينه لمت معاكم بقى كويسه. تلاقي حروف الحله او الطبق اللي انت بتعجني فيه نضفت وتلاقي ايدك نضفت كده، يبقى العجينه تمام. ابدأي بقى انزلي بالمواد الدهنيه، لكن ما تنزليش بالمواد الدهنيه في الاول، ما بتبانش الا في القرصه ولا بتبان في العجين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا هنزل حبه بحبه. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. وزي ما قلت لكم الصيف بيحب الحاجات الناشفه ما بيحبش الحاجات المبلوله. والله العظيم كان في الشتاء كنت اعمل مثلا اللحمه بشوربه واعمل جنبها طبيخ، ما شاء الله شوربه تخلص والطبيخ يخلص. دلوقتي الطبيخ بيترمي والشوربه بتترمي. زي ما قلت لكم الولاد بيدوروا على اي حاجه ناشفه ياكلوها. فانتي يعني هتلاقي نفسك فاضيه. ابني كان جاي يحط ايده قلت له ارجع. فانتي تلاقي نفسك فاضيه وتلاقي عندك مثلا في التلاجة حاجه تتهدر او هتترمي، لا قولي هستفاد منها. عندك حبه لبن رايب مثلا جبنه لا ده انا هرميهم بقى ما عادوش هينفعوا. لا مفيش حاجه ما بتنفعش ما دام هم كويسين ومحتفظين بمفعولهم ومحتفظين بالفوائد بتاعتهم خلاص ينفعوا استعمليهم. يعني انا والله العظيم جوزي بيقول له انت اللبن ده بس خلاص بقى هحط لي الطيور ولا شوف انت هتعمل بيه ايه شيليه من التلاجة. قلت له طيور ده انا هعمل لك بيه احلى قرصتين دلوقتي تاكله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا برضو كنت لميت العجينه وكانت العجينه شربت بالدهون. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بفضل ألت في العجينة لغاية ما تلم كويس جدا جدا. لو انت عندك عجانة أفضل، لكن أنا بصراحة ما عنديش. واللي معاه وفي ناس كتير ما عندهاش عجانة. ما عندكش عجانة عجيني بإيدك زي ما انت شايفة كده. انت لو خدت بالك في العجينة تحس ان اللبن كلاكيح صغننة كده باينة في العجينة قدامك يعني ده تأكيدا على كلام ان اللبن كان مجبن جدا. انا كنت بقول والله العظيم وانا بعمل اقول هي القرصه تنفع. هنا كنت قلبتها انا عشان اغطيها بقى، اقول القرصه هتنفع القرصه هتبقى حلوه. بس في نفس الوقت انا كنت مستخسره ان انا ارمي حبه اللبن الرايبين لان بصراحه كان فيهم قشطه، كان على وشهم قشطه وكده. هبدا بقى ان انا اقرص قرصت وبططت كمان القرص وفرشت مشمع وحطيتهم عليه هنا كنت عملت كميه كبيره جدا في الفرن عشان ما اطولش عليكم الفيديو. زي ما قلت لكم ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. اقسم بالله طريه طراوه وريحتها جميله وطعمها جميل جدا جدا جدا. انا مغطياها عشان ما تنشفش.
والله العظيم انتوا بصوا، انا مهما احكي لكم ما تتوقعوش. يعني يعني اللي طلع من اللبن الرايب المجبن ده، مهما اقول لكم والله ما تتوقعوا. هنا بلم الزيت اللي على الغطا، لان انا كنت حاطه على الغطا حبه زيت اقرص عليه، وتيجي تفردها بقى بتتفرد معاك بكل سهوله. ما شاء الله، الله اكبر. احط على المشمع واجيب غيره واعمله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. طول ما انت مش شجاعه وحاطه في دماغك ان انت تعملي حاجه حلوه لاولادك، او حاطه في دماغك ان انت تعملي حاجه لاولادك، والله العظيم هتعملوا لهم احلى وانضف حاجه. او كان طبقه ملي، فجبت الحله دي وفرشت فيها برضو عبايه نظيفه كده عشان احط فيها، وهنقل برضو في الحله الكبيره اللي كان من الطبق ده ما خدش، هنقل بقى كله في الحله الكبيره عشان ما احطش في حاجتين يعني. بسم الله ما شاء الله. ظهرها زي وشها، انا مش بصوا انا مش عارفه امسكها كمنها سخنه جدا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وما بتاخدش سوا في الفرن خالص ما شاء الله، كمنها خمرانه كويس. مجرد ما تدخليها الفرن ما شاء الله بتقب وبتاخد لون من فوق ومن تحت وبتطلع في ثانيه ما شاء الله، اللهم بارك. والله العظيم طعمها جميل جدا، والله لو عملتيها مش هتخسر. ولو عندك لبن رايب حلو اعملي بيها، هي عامه مش مكلفه، وانت كده كده بتفوض عندك لبن من اكلك من شربك ماشي. وساعات بيروب في الحر ده، لو نسيتيه على الرخامه حوالي ساعتين 2 بس بيروب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك. دي كنت واكله منها وكان ولادي واكلين منها. بوريكم قلبها، انا مرققاها عامه عشان ولادي بيحبوا يغمسوا بيها، بيحبوا يغمسوا بها الجبنه، الحلاوه الطحينيه، بيحبوا يغمسوا بها الحاجات دي، عشان كده انا مرققاها. انت لو عايزه تخنيها تخنيها. ما شاء الله تبارك الله عليه، والله العظيم جميله وطريه جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. انا كل ما اطلع حاجه رص، كل ما اطلع حاجه رصها. وايدي مدهنينه خالص ازاي منها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الورصه دي قلت لها لا غنى عنك بقى، انا مش هعينك اللي هو ناقص منك حته كده، انا هاخدك انا اتغذى بيك. او شايفين ما شاء الله تبارك الله، في ثانيه بتاخد لون من فوق ومن تحت وبطلعها، وما بتلزقش بقى ولا حاجه. يعني لقيتها من تحت بيضه شويه فدخلتها تاني، ما بتلزقش خالص خالص. انا كنت خايفه لا تلزق لاني ما كنتش مكتره لها السمنه والزيت، بس ما شاء الله لقيتها ما بتلزقش. هنا كنت حطيت القرصتين الاخرى اللي انا كنت بطلتهم معاكم، اللي انا كنت فردتهم معاكم، وهنا كانت احمرت اهي من تحت. هبدا بقى ان انا اطلعها عشان اسيب القرصتين الاخرى دول يستووا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. خلي بالكم ان اللي بيشجعني اعمل عيش، اعمل قرص، اعمل اي حاجه في الفرن وفي البيت ولادي. انا ولادي ساعه ما يلاقوا الفرن والع وبعمل حاجه زي كده والله ولادي بيقعدوا يرقصوا من فرحتهم، بيقعدوا يرقصوا. ابن صغير هي هي تعالى، الابن الكبير تعالى ماما عملت كذا كذا، فببقى فرحانه على فرحته. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. اهو زي ما انتم شايفين طلعت لي، والله اقول لكم حوالي 100 قرصه ما شاء الله. طلعت لي كميه كبيره، وعلى ما اني فرداها مش مصغره مثلا القرص عشان تطلع كميه كبيره، لا ده انا فرداها وعاملاها قرص كبيره كمان عشان بنغمس بيه. ما شاء الله طلعت لي كميه حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى ان لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه حاجه، اتمنى منكم شير ولايك واستنوا منه كل جديد. ولو عنده اي حد عنده اي اقتراح او اي تعليق يكتبوه له في التعليقات وانا هرد عليكم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. اللبن المجبن في القرصه باين ان هو سمسم على الوش، يعني شوفوا من طعمه القرصه شكلها. بلف القرصه اهو لف ما شاء الله، ورقيقه خالص ازاي، وطريه وخفيفه جدا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. هنا بقى اما الخير يعم بيعم مره واحده. لقيت واحده بتنادى عليا يا ام فلان، قلت لها نعم.
قالت لي انا جايبه معايا بيض تاخديه. واحده يعني بتيجي من العزب وكده بتيجي تقول لي انا معايا بيض، معايا باميه، معايا ملوخيه، معايا لوبيا تاخديه. قلت لها هاتيه يا حبيبتي، ده انت جيتي في الوقت المناسب. بكام؟ قالت لي معايا ب 100 جنيه. قلت لها هاتيه يا حبيبتي وخدي ال 100 جنيه وعليها بوسه، وقمت مديالها العلبه كمان. وبسم الله ما شاء الله، ربنا يديم الخير لاصحابه ويوسع على الناس كلها ويجعل الخير في بيوت الناس كلها، وربنا يوسع علينا وعلى الناس كلها وما يحرم حد من تعبه ومن شقاه، يعني ما يتعبش كده وفي الاخر ما يلاقيش. ربنا يجعل كل واحد تعبه بفايده. وهنا كانت القرص اهي. هقوم بقى ان انا اسلق بيض، افقش بيض بالسمنه البلدي وناكل بالقرص، وهو مفيش كلام بعد كده بصراحه. السلام عليكم ورحمه